طب هي الست بتشتكي من ايه؟ انها ما بتتبسطش. واحده ست لطيفه قالت لي عارفه يا دكتور، علاقتي بجوزي عامله زي حمل الاثقال، خطف نطر. انا ما بعرفش احنا ابتدينا امتى، ما بعرفش احنا عملنا ايه، نلاقي نفسنا خلصنا. انا فين؟ انا ما استمتعتش، انا ما اتبسطتش. فتبتدي تبعد. نقعد مع الزوج تلاقيه بيشتكي من حاجه ثانيه خالص بقى، يقول لك ايه؟ مراتي مش مقبله عليا، احنا المعدل بتاعنا ضعيف، هي مش بتتبسط معايا، هي بتتهرب مني، هي مش عايزه تمارس معايا. وكانه المشكله في الزوجه، هي اللي عندها انخفاض معدل رغبه جنسيه، بينما هو المشكله عنده هو، انه عشان خاطر في سرعه قصف هي بعدت عن تجربه بالنسبه لها مش مجديه وما بتتبسطش فيها. بعضكم هيسالني يا ترى ده منتشر؟ منتشر. يا ترى هو له علاج؟ ايوه له علاج، سواء كان علاج دوائي او علاج سلوكي. واحيانا بنحتاج ان احنا نعمل علاج نفسي لفكره القلق من الاداء اصلا، لان الراجل اللي كذا مره بيحصل معاه سرعه قصف يبتدي يحصل عنده نوع من انواع التجنب للعلاقه، مش عايز يدخل في حاجه هتقلب بنكد. فعشان كده بيبقى في علاج زوجي ليهم هما الاثنين، كابل ثيرابي، ومن ضمنه السكس ثيرابي. ازاي نقدر نديله بعض التمارين اللي يقدر بيها انه يتحكم في وقت الانزال بتاعه، بنستبعد اي امراض نفسيه او اي امراض عضويه عشان نقدر نديله ادويه نعالجه بيها.